راديو تون، صوتك نغم. مساء الخير على مستمعي راديو تون في كل مكان. أنا نوال الشريف، هشارككم في كل حلقة معلومة جديدة عن مجالات كتير في حياتنا ما تعرفوش عنها في برنامجنا كنتوا تعرفوا. ومعلومة النهاردة عن السينما الصامتة. يا ترى كنتوا تعرفوا إن السينما الصامتة ظهرت سنة 1902 واستمرت كده حوالي 25 سنة، يعني اختفت سنة 1927. طب ليه ظهرت؟ وليه اختفت؟ عشان يعملوا فيلم صوت وصورة كده زي اللي بنشوفوه دلوقتي، لازم يكونوا بيعرفوا تقنية اسمها دمج الصوت مع الصورة، يعني يركبوا الصوت على الصورة. ما كانوش عارفين يعملوها وقتها، فانتشرت جدا السينما الصامتة وكسرت الدنيا، وكان أي حد يفهمها، فكانت منتشرة عالميا. وفي عام 1927 بدأوا يتقنوا التقنية اللي بقول لكم عليها دي، وبدأت بقى تبقى السينما صوت وصورة زي ما بنشوفوها دلوقتي. يسكتوا؟ لا، ما يسكتوش. سنة 1954 حاولوا يرجعوها تاني، فعملوا فيلم اسمه اللص، بس الفيلم ده ما نجحش. برضه ما سكتوش. في فرنسا 2012 حاولوا برضه يرجعوها، فعملوا فيلم اسمه الفنان، وخد جوائز كتير في مهرجان كان في فرنسا، ولكن برضه الموضوع فشل. أول حاجة بتيجي على بالنا أول ما بنسمع حاجة اسمها السينما الصامتة العبقري الجميل تشارلي تشابلن. عايزين تعرفوا قصته؟ استنوني الحلقة اللي جاية. كنتم مع نوال الشريف في برنامج كنتوا تعرفوا. راديو تون، صوتك نغم.